اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل، يا مساء الخيرات، يا مساء السعادة على عيونكم. النهاردة يا حبايبي حبيت أشارككم يومياتي كده. عملنا غدا النهاردة زي ما انتم شايفين كده. عملنا طبعا انتوا عارفين احنا في موسم بقى الفاصوليا الخضراء والبسلة والقلقاس والحاجات الحلوة دي والسبانخ، واحنا عملنا السبانخ مع بعض قبل كده. فقلت النهاردة هجرب نعمل الفاصوليا الخضراء كده مع بعضنا. زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، حاجة كده فاخر من الاخر. وعملنا معاها حبة شوربة خضار كده، عملنا معاهم حبة رز بالشعرية، بصراحة حاجة خرافية. معايا هنا نص كيلو من الفاصوليا، ومعايا بصلة مفرومة، ومعايا نص كيلو من اللحمة، او ممكن زايد شوية. انا معرفش بصراحة بالميزان، او ما عنديش ميزان ما وزنتش. وبعد كده معايا هنا الفاصوليا انا غسلها كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تقطعوها بالتقطيع اللي يريحكم، ممكن تقطعوها مقصوصة كده زي المكرونة، ممكن تقطعوها كده بالسكينة، بس انا بستسهل بايدي بقى، بحب استسهل بايدي كده زي ما انتوا شايفين. بصراحة بسم الله ما شاء الله، هي انها طازة، انا جايباها طازة وخضرة كده زي ما انتوا شايفين. بصراحة كانت لسه طازة، بصراحة عندي بتاع الخضار كانت لسه نازلة طازة، كان شكلها كده زي ما انتوا شايفين يفتح النفس كده. وبعد كده معايا هنا مية مغلية، نزلت باللحمة ونزلت بالخضار اللي انتوا شفتوه معايا في اول فيديو، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، طماطم، بصل، وبسيبها تغلي مع نفسها بقى. وبعد كده بوطي النار تستوي براحتها. وبعد كده معايا هنا حلة فيها معلقتين سمنة على معلقة زيت، ومعايا بصلة مفروم عليها قرن فلفل حامي. وهفضل اشوح كده البصلة كده زي ما انتوا شايفين، بصلة كبيرة حلوة، ممكن لو عندكم بصل صغير بصلتين. بصراحة اقسم بالله طعمها سكر، حاجة سكر كده. وبعد كده قلت على بال ما تستوي البصلة كده وتحمر وتدبل معانا، هاجي اقطع الفاصوليا بتاعتي كده. بصراحة انا بحبها قوي الفاصوليا الخضراء بصراحة. حاجة خرافية. وبصراحة لما بتكون ان شاء الله هنخزنها مع بعض كده قبل رمضان بإذن الله. اللهم بلغنا وبلغكم رمضان يا رب، اللهم امين. وهنقطع الفاصوليا كده زي ما انتوا شايفين بالتقطيع الحجم اللي انتوا تحبوه، بس انا بحب حجمها كده. وكده قطعناها، شايفين منظرها طازة بقى وحاجة خرافية كده. احنا خلاص قطعنا البسلة والفاصوليا وسبناها كده. وبعد كده هفضل اقلب واشوح في البصل ده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حطيت معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح عشان ما كنتش حاطاله اي حاجة. وبعد كده هتشوحها، مش هخليها تحمر، يا دوبك بس تصفر كده، تبقى صفرة كده وتدبل معايا. وبعد كده معايا شفشق من الطماطم اللي انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. كده اللحمة معانا على العين التانية بقى بتستوي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده البصلة اتشوحت معايا، فهنزل بشفشق الطماطم زي ما انتوا شايفين. وسر التسكيرة بتاعتها بقى، بحط انا اللي متابعني عارفني، اي طماطم، اي طبخه بعملها بطماطم، وانا بحب اعملها بطماطم فريش. واللي خلاص بقول لكم الشوربه بتغلي معايا، بحط لها معلقه سكر. معلقه سكر ما بتخليش ريحه ما بتخليش طعمه حموضه، ما بتحماش على الصدر كده. ما يعني بتبقى كده الصلصه هاديه معانا حلوه. يعني اكلها ما تعبش، يعني تاكليها بالليل بالنهار ما تتعبيش. وبتشيل اي حدوقه في الصلصه وبتخليها مسكره. صراحه معلقه السكر دي سر بصراحه تحفه. انا عن نفسي ماشيه معايا الحته دي لفتره بستعملها. معلقه السكر اي صلصه معايا بحب احط معلقه السكر كده، صراحة بتديني مزازة حلو. خلاص كده سبتها تتسبك معايا مع معلقة السكر. وجبت حبة شوربة كده من شوربة اللحمة، ومعايا جزر، معايا بسلة كنت مفرزاها في الفريزر، معايا فاصوليا خضراء من اللي انا كنت جايباها، وقطعتهم في البولة زي ما انتوا شفتوا كده، وغسلتهم غسل كويس. ونزلت عليهم بالشوربة، ونزلت بنص مرقة كده من مرقة الخضار. صراحة بتديها طعم. وسبتها تستوي مع نفسها، ولما قربت تستوي رحت مقطعة بطاطساية واحدة بس، مقطعة مكعبات ومنزلة عليه عشان البطاطس بتستوي أول حاجة. فأنا ما حبيتش إن هي تستوي زيادة عن اللزوم معانا وتتهري وكده. فأنا خليتها في آخر، يعني في آخر 10 دقايق للسوا، وهسيبها مع نفسها. شايفين منظر شوربة الخضار، والصراحة تحفة يعني. وجايين الشتاء وبنحب الشوربات،
ممكن تستبدلي بدل لسان عصفور على طول، نستبدل حبة بشوربة خضار وكده. وبعد كده السر بقى اللي بيخلي الفاصوليا خضرة وبيخليها ناعمة، ما بتبقاش مجلدة ولا شادة معاكي ولا اي حاجة. حتى لو مفرزاها في الفريزر بجيب معلقة سمنة بقى وبنزل عليها بالفاصوليا اديها تشويحة. دي بصراحة بتخلي الفاصوليا في حتة تانية، بتخليها دايبة دوب. يعني لما بتستوي بتحافظ على لونها وبتخليها دايبة دوب بصراحة. اللي يعني التكاية دي انا بعملها في الفاصوليا الخضراء من زمان قوي بصراحة وبحبها. بصراحة بتحافظ على لون الفاصوليا، بتحافظ على الذوبان بتاعها، بتخليها دايبة كده، وتخليها مستوية، وتخليها طعمها محمص كده جميل تحفة. بصراحة حاجة خرافية. هديها كده تشويحة لقد 5 دقايق كده، هفضل اقلب مش هشيل ايدي خالص وكده تمام. يعني اول ما اوصل للون ده بصراحة هي شايفين لونها خضر بقى، بنزل عليها بالصلصة باللحمة كده. شايفين بسم الله ما شاء الله. او انزلها هي في الحلة اللي فيها اللحمة فانا حبيت احطها في الحلة دي كده. بصراحة شايفين منظرها، بقول لكم طعمها وريحتها ولا السوا ولا التكة اللي احنا بنحمر فيها الفاصوليا دي بتبقى تحفة. بعد كده هنزل بمعلقة كزبرة، وهنزل بمعلقة بابريكا صغيرة، وهنزل بالملح بتاعي، وهسيبها تعيش مع نفسها بقى. هسيبها تعيش مع نفسها لحد ما تستوى معايا وهوريها لكم. وزي ما شفتوها كده في اول فيديو هنظبط الملح بتاعها. وبعد كده كده الدنيا لحد هنا تمام ومية فل وعشرة. وبعد كده هسيبها. وبعد كده هنعمل خلاص الخضار، شوربة الخضار بقول لكم خلاص استوت. وانا حطيت لها حبايه من البطاطس قطعتها كده مكعبات زي ما انتم شايفين. بقول لكم خلاص البطاطس استوت، والجزر والبسله والفاصوليا. بصراحه كمان شوربه خضار كانت فظيعه وطعمها فظيع وريحتها. بعد كده انا خلاص قلت اعمل حبه رز كده على ما تستوي الفاصوليا معايا. انا موطيه عليها النار خالص. انا بحب اسوي الحاجه كده على نار هاديه عشان تبقى مستويه كده، وزي ما انتم فاهمين كده لحد هنا الدنيا تمام. نزلت جبت حلة، نزلت بربع كيلو شعرية على كوبايتين رز، ونزلت بمرقة. اول حاجة نزلت بحبة زيت حلوين كده وشوحت الشعرية لحد ما اتحمصت. وبعد كده نزلت بالرز، ونزلت بمرقاية كده، مرقاية من الخضار. وبعد كده خلاص انا زدت الرز كده وهظبط الملح بتاعه وكده لحد هنا الدنيا تمام وزي الفل. بصراحة كان غدا النهاردة تحفة تحفة بألف هنا وشفا على كل اللي أكل منه. بصراحة كان جميل. شايفين اللون بقى والله، شايفين هي محافظة على لونها بقى، ما بيضتش أي حاجة من التكاية اللي احنا حمصناها في السمنة كده. بصراحة هي خرافية ومستوية سوا كامل ودايبة في السوا، وطعمها أقسم بالله. وقرن الشطة السبايسي ده كان مديها نسبة حرقان بسيطة كده، كانت تحفة. ولا لونها والله العظيم. شوربة الخضار بقيت معايا جاهزة اهو زي ما انتوا شايفين. بصراحة حاجة فاخر من الآخر زي ما انتوا شايفين، واللحمة دايبة معايا. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون نال اعجابكم. يلا بقى قوموا تشجعوا وهاتوا الفاصوليا الخضراء واعملوها بالطريقة دي ومش هتندموا. واشوفكم على فيديو جديد يا حبايب قلبي، وبألف هنا وشفا على قلبكم. لو وصلت لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايبي. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.